ايه حكايتك بقى؟ في ايه؟ مش هشيل ابني حته عيل امتى ان شاء الله؟ ثم ابني يعني مالك كده طويله تحت باطك كده وبيسمع كلامك في كل حاجه، في ايه؟ السلام عليكم. تعالي يا رانيا. السلام عليكم. منى مش عايزاكي تزعلي منه. ما ازعلش يا رانيا، ده الموضوع اكبر من الزعل بكتير. ريتها جت ان انا ازعل يوم ولا اتنين. ده ابتلاء صعب قوي يا رانيا، انا مش قده. ليه يا منى؟ ليه يا منى؟ ان شاء الله ربنا هيكرمك، خلي املك في ربنا كبير. انت شفتي كلام الدكتور يا رانيا؟ قال لي امل، ما في، قال ما فيش امل، يعني 10% وبالعمليات. يمكن ربنا يكرمك بال10%. انت دخلتي في علم ربنا يا منى، لازم تبقي قويه كده وتبقي صبوره. بنتي انا كبرت، انا مش صغيره يا رانيا، انا معديه ال30 بقد ايه ما انت عارفه يا منى. في ناس بتعدي ال30 بكتير وبرده ربنا بيكرمها، خلي املك في الله، مش عايزاكي تزعلي وتتضايقي كده. ايوه يا رانيا، بس انا متجوزه كبيره يا حبيبتي، وعشان اقعد احاول واعمل، العمر فيه قد ايه؟ انا مش في العشرينات، هقول لك بحاول، انا كبيره مش صغيره. ما هو انت اللي انت فيه ده كده هتدخلي في دور اكتئاب، وهتحسي انك انت كده الحياه انتهت بالنسبه لك في كل حاجه. انا شايفه ان انت تستعيني بالله كده ووحدي الله، وان شاء الله ان شاء الله خلي املك في ربنا كبير. يا نعم بالله يا رب. بس اعمل ايه مع نور؟ قولي لي. طيب نور يا منى بيحبك. اقول له؟ لا ما تقولولوش خالص يا منى، ما ينفعش. اكذب يا رانيا؟ مش تكذبي يا حبيبتي، سيبيها على الله. ونور بيحبك، فانت برضو حافظي على الحته دي. وبرضو انت ما تعرفيش الدنيا والوقت اللي جاي فيه ايه يا منى. مش عارفه يا رانيا، ما انت عارفه حماتي صعبه جدا، وهتقعد تزن على الخلفه عشان انا متجوزه كبيره. هتقول لك يعني هتستنى؟ مش هتستنى. هعمل لها ايه؟ اروح اقول لها؟ مش هينفع اروح اقول لها، تقعد تعايرني. حماتي صعبه جدا، مش هينفع. طب انا اعمل ايه؟ قولي لي. لا منى خلاص سيبيها على الله، وانت ما تقوليش لاي حد، الموضوع ده سر بيني وبينك. ما انت عارفه يا رانيا برضو حماتي انا ناعيه همها لو عرفت. انا مش عارفه ده، خصوصا كمان موضوع انت عارفه هي قلقانه منه بتاع اخوكي، متلازمه دون دوت. هتلاقي بصي يعني مش عارفه اقول لك ايه، هي كانت قلقانه اصلا تجوزني ابنها عشان قال ايه ممكن اخلف زي امي. انت اصلا وهي حماتك اصلا مش مريحه اصلا في كل الاحوال. كويس، بس مامته متعبه وتحكمات واماره وكل حاجه. انا مش عارفه اعمل ايه. اي حاجه حماتك تقولها لك. هي عندها حق برضه، عايزه تفرح بابنها يا رانيا، عندها حق. هي ماشي يا منى. طب وانت هتعملي ايه؟ دي حاجه مش بايدك يعني، وحاجه انت منعيها، دي حاجه بتاعت ربنا. بس هو نور بيزن على موضوع الخلفه ده يا رانيا، بيزن. خلي املك في الله في ال10% يا منى، ما تقطعيش املك بربنا. يا رب يا رانيا يا رب. وسيبي الموضوع على الله. انا مش عايزاكي تزعلي وتكتئبي وتحسي انك انت دخلتي في مود مش حلو. ما هو هيأثر ونور هياخد باله يا منى. يا رانيا مش هنكذبوا على بعض يا رانيا، اللي انا سمعته مش شويه، اللي انا سمعته ده يهد جبال، وانت عارفه يا رانيا. ما انت كنتش معايا. بتضحكي على مين يا رانيا؟ تحاليل اهي، ما انت شايفه زي الزفت اهيت. اللهم لا اعتراض يا رب. انا عارفه يا منى والله كل اللي انت بتقوليه، انا كنت معاكي عند الدكتور وعارفه وسامعه كلام الدكتور. كلامه صعب قوي وقاسي قوي الصراحه. بس برضو العامل النفسي عليه برضو يعني لازم انت برضو يبقى عندك احساس انك انت في امل في ربنا. خلي عندك يقين بالله في ده، ما تيأسيش من رحمه ربنا. ربنا بيعمل معجزات كتير قوي، فانت ما تيأسيش. يا رب يا رانيا. سيبيها على الله. سبتها على الله. وروقي كده عشان نور ما ياخدش باله. هحاول اروق. لا هو لو اخد باله هتقولي له ايه؟ ما ينفعش تقولي الكلام ده، ما ينفعش تقولي اي حاجه خالص، واللي حصل النهارده ده بيني وبينك. ما ينفعش اقول له اصلا يا بنتي، عشان مامته مش هترحمني ومش هتسكت على موضوع الخلفه ده. انا عارفه، بس وانت ما تعرفيش تصرف نور هيعمل ايه برضه. وانا هتحجج بايه برضه؟ ما هيقعد يقول لي على موضوع الخلفه، مامته بتقعد تزن، انا مش عارفه اتحجج بايه برضه. ما تقوليش حاجه وانا عندي الحل، وسيبيها وقتها انا هبقى اقول لك. حل ايه يا رنا؟ سيبيها على الله وقتها. انت بس دلوقتي ما تركزيش في اي حاجه، وكبري دماغك وما تشغليش دماغك باي حد، وما تقوليش لنور على حاجه، وسيبيها على الله. سيبيها على الله والله. بس هحاول ان انا اهدى، بس غصب عني. ايوه اهدي، حاولي تهدي وربنا يعمل لك اللي فيه الخير ان شاء الله. نعم بالله. ماشي، هقوم بعمل لك حاجه تاكليها عشان انت طبعا ما اكلتيش. ماليش نفسي رانيا. لا هعمل لك اي حاجه تاكليها، واعمل لك حاجه تشربيها وروقي كده. يا رب حلها من عندك يا رب. اللهم خير. وبعدين يا اسماء عدى 3 شهور اهو، واخوك يا اختي ولا حمل ولا حاجه. انا عايزه اشيل له حته عيل يا بنت. يا ماما شيلي منا من دماغك يا ماما، بكره ربنا يرزقهم. انا مش مرتاحه للجوازه دي بصراحه ربنا. ليه يا ماما؟ ليه؟ ما هو نور كويس يا اختي، ده خليته زي الخاتم في صباعها. حول الله يا رب. يا بنت انا خايفه. خايفه من ايه؟
الواحد ما بيرضاش يا بنتي يتكلم في الحاجات دي، بس هعمل ايه برضه؟ ده ابني وخايفه عليه. في ايه يا ماما؟ خايفه من خايفه تكون ايه؟ خلفتها زي امها. قصدك يعني يا ماما يكون خلفتها متلازمه داون؟ دي مش وراثه يا ماما، دي حاجه كده بتاعت ربنا. بعدين ان شاء الله بكره تجيب لنا طفل جميل كده وتفرحي بيه. مش دي كبرت في السن يا بنتي خلاص؟ عندها قد ايه دلوقتي؟ متجوزها بتاع قولي 35 سنه، خلاص فاضل لها كام سنه يا بنتي تخش في ال40. انا مش عارفه اشيل له عيل امتى، دي بقت طاويه يا بنتي تحت بطها. انا خايفه على اخوك. والله يا ماما بيبقى سنهم اكبر من كده وبيحملوا. انا ما اعرفش ايه اللي اختي يخليه يتجوزها كبيره كده. استغفر الله العظيم يا رب. مش عارفه بقى اسمي. بقول لك ايه يا ماما، ده لسه يعتبر عريس متجوز بقاله 3 شهور. بطلي بقى شغل الحموات ده من اولها. وانا حما يا بنت. طيب يا ماما في ما تسيبيهم براحتهم. ما انا ساكته اهو، انت شايفاني يا اختي يعني عماله اتطقص كده واعرف حاجه حكايتهم، ما انا قاعده في حيله اهو. طب خلاص هدي نفسك كده، لما نصيبهم هيجي ما تقلقيش. ماشي. انا قايمه اشوف الاكل اللي على النار. نخشي فيه ايه؟ ده الواحد لسه ما كملش 6 ابتدائي واتجوز. ايه النصيبه دي؟ كانت اتجوزت صغيره شويه، كانت جابت لها عيل في عيل، فلا هم. انت فين يا منى بقى؟ يا منى، منى ما تيجي يا منى اقعدي معايا شويه يا منى. ايه نور؟ وانا ساعه ما جيت وانت قاعده جوه وعماله تعملي في حاجات وتروقي وتعملي. انا في المطبخ بشوف اللي ورايا وحاجه اخلص واجي اقعد معاك. ماشي. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه تمام. احوالك بخير؟ الحمد لله. بقول لك ايه، كنت عايز اكلمك في موضوع كده منى. ماشي. ايه رايك لو نروح لدكتور ونكشف على موضوع الخلفه ده؟ خلفة ايه يا نور؟ خلفة ايه؟ ما انت مستعجل على ايه؟ مش مستعجل ولا حاجه، بس عشان نبقى مطمنين يعني. ماشي يا نور لسه بدري، احنا متجوزين بقالنا 5-6 شهور يعني، مش قبل سنه عشان نكشف. في حد بيكشف بعد كام شهر؟ وبعدين يا نور يعني ده من رحمه ربنا علينا ان الخلفه متاخره، عشان انت عليك ديون بتسدها. يا شيخه كل عيل بيجي برزقه يا منى. ماشي طب وليه نخنق نفسنا يا نور في ما المصاريف؟ فيهاش خنقه ولا حاجه، بقول لك بيجي برزقه وربنا بيبعت رزقه وراه. ما فيهاش حاجه. بقول لك ايه، سيبك من الموضوع ده، انا كنت بفكر في حاجه. تفكري في إيه؟ في حاجه اهم من اللي احنا بنتكلم فيه. اهو على الله بقى، سيبها على الله يا نور، المواضيع دي بتبقى على طب ربنا. قولي. انا كنت بفكر نفتح مشروع. مشروع ايه؟ اذا كان انت لسه بتكلميني في سداد ديون وعلينا ديون قد كده، هنجيب فلوس المشروع منين؟ دهبي، هبيع دهبي كله وافتح لك مشروع. يا سلام، هتضحي بدهبك يا ستي؟ انا ضحي بدهبي، ايه المشكله يا نور؟ انا اذا كان مامنه نفسي مش هامن على دهبي معاك. والله كيفك الخير يا من. بفكر نعمل حاجه كده بيزنس ملابس كده، ونبداوا كده واحده واحده، ما نتوسعوش مره واحده. ايه رايك؟ طب وشغلي؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. بص انت مش هتسيب شغلك، انت الصبح في الشغل بتاعك، وانا هبقى فاتحه المحل وقاعده فيه، وبعد الظهر تيجي تتغدى وانت بقى تستلم مني المحل عشان ما تاثرش في شغلك، وانا في نفس الوقت اقف معاك. ايه رايك؟ فكره حلوه. اهو نحسن من دخلنا شويه، عشان لو ربنا كرمنا ان شاء الله قدام يا رب يبقى معانا حاجه بدل ما يبقى علينا ديون. ايه رايك؟ بس ان شاء الله يعني لو الدنيا مشيت والمشروع ده مشي، ما تنسيش انها فكرتك يعني. بس ان شاء الله هعوضك في الذهب يعني. ربنا ييسر الامر ان شاء الله، لكل حادث حديث وقتها يحلها ربنا. خلينا بس في الموضوع دوت نعمله دراسه جدوى ليه كده، ونشوف ايه الدنيا، والذهب هيغطي ان شاء الله. يعني انا معايا ذهب كميه كويسه. ربنا ييسر الامر ان شاء الله. هقوم اشوف الاكل اللي على النار بقى، واشوف اللي ورايا عشان تتغدى حرام بقى. شوفي يا منى شوفي، والله لازم الواحد يفكر في الموضوع ده. والله منى دي بنت حلال، ولو الموضوع ده مشي هينطرنا نطرة تانية ان شاء الله ويحسن مننا. ايوه السلام عليكم. ايه من عامله ايه؟ اتاخرتي عليا. تعالي انت جايبيني في ايه؟ تعالي هحكي لك. جايبيني على ملا وشي ليه كده؟ هقول لك اقعدي. عامله ايه؟ في ايه؟ هقول لك. قولي. انا جايه بسرعه اجري عشان انت طلبتيني بسرعه. عملت خطه خير. على نور. عملتي ايه؟ اسكتي يا رانيا، عمال يزن على موضوع الدكتور والخلفه، ما بقتش عارفه اعمل ايه. قعدت افكر بقى الهي ازاي لغايه ما لقيت حل. عملتي ايه بقى الحل؟ هو ده بقى يا رانيا اللي انا عملته. ايه رايك؟ برافو عليكي،
وهو ده اللي الصح اللي انت المفروض كنت تعمليه. انا بصي ارتبكت والله، مبقتش عارفه اعمل ايه، رحت مفكره قلب الموضوع في ساعتها. جدع، هو ده الصح وما تعملش غير كده. بس منى انت كل اللي عليكي انك انت تعمليه ان انت تلهيه وتفضلي تطمعيه بالفلوس وترمعيه في كل اللي انت بتعمليه. ده لغايه امتى يا رانيا؟ طيب لغايه ما ينسى. واصبري بس، انا بفكر في حاجه، انا هبقى اقول لك وقتها. ننسى ايه يا رانيا؟ ننسى ايه يا حبيبتي؟ ده مامته واخته وراه يا حبيبتي، بيتكلموا كل شويه بيتكلموا، حتى لو هو ناس هم مش هينسوا، هيفضلوا يتكلموا. منى انت شاطره يا منى وبتعرفي تلهي نور كويس. لغايه امتى انا مرتبكه ومش عارفه اعمل ايه؟ بحاول ان انا يعني اخليه ما يفكرش في الموضوع، بس طول ما الزن على الودان. لا انت بس استمري على اللي انت فيه دوت، تمام؟ وانا في حاجه في دماغي هعملها، بس اصبري لما تيجي وقتها. يا رانيا انت كل ما تجيلي يا رانيا ولا تكلميني يا منى خليكي انت كده لغايه ما هعمل حاجه في دماغي. ما انت ما بتقوليش ايه اللي في دماغك يا رانيا، طمنيني. بقول لك سيبيها لوقتها، سيبيها لوقتها يا منى. انت استمري على اللي انت فيه ده، وبعدين انا عارفاكي يا منى انت تعرفي تنسي بلد، فانت هتعرفي تظبطي الدنيا ديت. مش عارفه يا رانيا والله، لغايه الموضوع ده هيفضل لغايه امتى؟ انا عماله اجازف وعماله اعافر، بس انا مش عارفه. لا بس اصبري، بس اصبري، سيبيها على الله. ونعم بالله. انت بس استمري، انت كده عجبتيني. ماشي ماشي. ما اعرفش غابت ليه، بعتلها بقالي ساعه اهي شكلها جت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه منى بعتلك بقالي ساعه ما جيتيش ليه؟ معلش كان ورايا حاجات كنت بعملها. حاجات ايه يعني؟ انت لو وراكي عيل ولا تايل يعني قولوا مشغوله بالعيال. اللي بينشغل بيكون عنده عيال بس. ايه حكايتك بقى؟ في ايه؟ مش هشيل لابني حته عيل امتى ان شاء الله؟ لما ربنا يأذن. مش تروحي يا بنتي تشوفي نفسك كده وتكشفي كده وتعملي تحاليل وفحوصات؟ ما لسه بدري، احنا متجوزين بقالنا كام شهر. ليه يا اختي؟ ما ده في بيحملوا من اول شهر، من اول يوم في الدخله. طب ماشي نصيبهم كده، انا اعمل ايه؟ ربنا لسه ما اذنش، لما ربنا يأذن. ليه ياما انت سنك قد ايه؟ انت مش صغيره على فكره، انت داخله في الاربعينات. طب مش فاهمه برضو ايه العلاقه، وانا كذبت عليك وانا بتجوز قلت لك ان انا صغيره؟ انا عندي 35 وانت عارفه. خلاص يبقى تسعي، المثل بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ماشي، وانا اعمل ايه طيب؟ دي بايد ربنا، الحاجات دي هي بايدي انا؟ لا اله محمد رسول الله. وانت بعتلي عشان كده؟ امال بعتلك عشان ايه يا اختي؟ عاشقه جمالك قوي. لا اله بالله العلي العظيم. ثم ابني يعني مالك كده طويله تحت باطك كده وبيسمع كلامك في كل حاجه، في ايه؟ بيسمع كلامي في ايه؟ انا واقفه جنبه وبحاول اكبر يكبر اكتر واشوفه ان هو ناجح، دي حاجه المفروض تفرحك وتشرفك ان انا بساعده. ايه اللي مزعلك في كده؟ انا مش فاهمه. سيبك من كل ده وروحي دوري على الخلفه. ربنا يسهل ان شاء الله. مش هقول تاني يا منى. ربنا يسهل. عايزه حاجه؟ لا شكرا. استغفر الله العظيم، كل سنه العظيم. يا اختي مش عارفه امتى هتجيبهم دي. هتجيب عيال امتى داخله في ال40 دي؟ بعد ما تقول خمسه شته تكميله. ده الواحد كان في اولى اعدادي وكان جايب له 2 3. الولد النور ده كان ما شاء الله كده، كان بيحبي زي القمر كده. ده ايه يا اختي ده؟ يلا نصيبنا كده بقى.